تجربتي مع بات فويتي من الاول حتى الاخر، يعني غادي يكون فيديو بلا مونتاج، يعني داكشي علاش كاين طويل. خليتيكم بلا مونتاج. هانتوما راه تقرميشه كاينه، وغادي نقول لكم الاسرار ديال النجاح ديالها، وحتى باش ما تطيحوش في نفس الاخطاء اللي كنت طحت فيهم انا من قبل. المهم يلا نبداو على بركه الله. المهم غادي نزيد واحد البصيله واحده اخرى حتى هي. المهم تكون رقيقه، حاولي تكون رقيقه. كيعجبني ندير البصل بحال هكا. المهم هنايا غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت البلديه، وبطبيعه الحال غنخليها انها تتقلى على مهلها حتى كتقلى مزيان وكتدبال. زوينه هاد الكلمه ديال تتدبال. ها نتوما غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه. وشفتوا شي وسيخات، شفتوا شي حاجه ميكو شويه ميكو، تبقاش تقولوا بوطك مقادير. حنا راه هنايا راه كنطيبوا، راه ما يمكنش غادي تكون كلشي نقي كلشي بارفي. ضروري كتحكي، ضروري كتعيا بالحكام. لا اله الا الله، راه اللي كيطيب يوميا ما غاديش تلقاي عنده الكوزينه واعره. هادشي اللي كاين. بالنسبه للبصل غادي نزيد ليه غير الثومه عندي هنايا بودره، ها هي مجففه، غادي نديرها. وغادي ندير الابزار هنايا عندي الابزار الابيض، حتى هو اللي غادي ندير. صافي، يعني هاد جوج توابل اللي غادي نديرو، وغادي نعاود نحركو شويه حتى تزيد تدبال البصله. هنايا غادي نستعمل لي شامبينيون كيف ما غادي تشوفوا معايا طريين. الا جاوكم هكا كبارين تقدروا انكم تقطعوهم مربعات صغيورين، حيت انا مازال غادي نزيد نقطعهم. المهم بغيت غير نوريهم لكم. هنايا غادي نستعمل لا دان فيمي، يعني الا كانت عندكم طريه مزيان استعملوها، كانت عندكم هكا مصبره استعملوها. غادي نستعمل العجين المورق، وغادي نستعمل هذا الشكل هذا. يعني اول مره غادي نستعملو، والا نجحت معايا راه غادي نشاركها معكم بطبيعه الحال في اخر ديال الفيديو. يعني غنستعملوا هذا العجين المورق. غادي نعمر يا اما بالكفته. هنا غناخذ الكفته بطبيعه الحال، غادي نقليها غير غادي نقليها. هذه راه غير كانت كاينه عندي. غادي نزيد واحد شويه ديال الكفته، وغادي نستعمل الطون، يعني اي نوعيه ديال الطون ديال الزيت. طون ديال الزيت، اي نوعيه بغيتو ديال الطون ديال الزيت استعملوها. المهم الطريقه بطبيعه الحال غادي نصايبها معكم. وغادي نستعمل لي زيبينار، ضروري لي زيبينار، حيت بغيت شويه بنا كتبغيو الوليدات تدخلوا لهم شويه شي حاجات اللي صحيه، وخصوصا لي زيبينار ما كيبغيوش ياخذوهم. هنا لي زيبينار غادي ناخذهم على هذا الشكل هكذا كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نشفهم، يعني غسلتهم مزيان باش تحيد منهم ديك الغبره وداك الشيء، ومن بعد غادي نشفهم على هذا الشكل. المهم البنات الصراحه ما عرفتش واش كتشوفوا هذا الشيء اللي رايج في هذا الوقت. يعني انا شفت واحد شي فيديوهات في هذا الاخر وضروني في قلبي، يعني ديال واحد الشاب اللي باقي صغير، يعني شاب عنده 16 عام كيقرا في 5 شفتوه راه دايره بوم دابا في مواقع التواصل الاجتماعي. غتشوفوا غنضغط عليهم هكذا باش كنشفهم. شفتوا باش كنشفهم. المهم غادي نشفهم مزيان. ها نتوما شفتوا كينشفوا مزيان باش نستعملوهم. من بعد كنقليهم غير شويه ديال الزبده باش غير كيدبلوا، ومن بعد كنستعملوهم. ها نتوما شفتوا هكذا غادي نخليهم جانبا. المهم كيف ما قلت لكم وليد عنده 16 عام باقي صغير، يعني في مقتبل العمر، وكان كيمشي يدير سوايع اضافيه. هذا الشيء وقع في مصر، يعني غير هاد تقريبا هذه اون سيمين مشى كيدير سوايع اضافيه عند الاستاذ ديالو. والاستاذ ديالو كان كيلعب هذا الشيء ديال اللعب الالكترونيه باغ انترنت، وكان كيتسالوه الفلوس. ومنين كيتسالوه الفلوس قلتي اش غادي ندير اش ما غندير. هذاك الاب داك الوليد اللي عنده، وداك الاب ديال داك الوليد ميسور، يعني عنده شويه ديال الفلوس، عنده واحد المحلات تجاريه. الدري بطبيعه الحال كيدير عنده السوايع، بقى شويه بشويه يعني بحال تصاحب معاه، وبشويه بشويه تدخلوا. وكان كيخطط انه يصفيها ليه باش يطلب الفديه. يعني مشى شرا سكين وحاده وكل شيء، يعني ماشي شي حاجه اللي مشاو سننها وداكشي، لا مشى شرا سكين وعلى وعلم. يعني بقى كيخطط باش يصفي هذاك الوليد مسكين باقي صغير. وهو كان الولد الوحيد اللي عند الام ديالو، هو وثلاثه ديال البنيات.
يعني الصراحه رزاها في وليدها وباقي في مقتبل العمر، باقي القدام حياته كلها قدام، وكان متفوق كيقرا مزيان وكان طموح وكل شيء، ومسكين صفاها ليه. يعني شفت الفيديوهات ديال الام والاب ديالو في مواقع التواصل، والطريقه باش صفاها ليه خايبه بزاف. يعني حاول انه يعني قطع الجثه الاجزاء، لانه كان هو ما عندوش وسائل ديال النقل باش غادي يقدر انه يتخلص من الجثه. المهم يعني والوالدين ما شكوش فيه نهائيا، لان كيتعامل ديما مع الولد ديالهم مزيان. ومهم يعني الصراحه ما الا كنتي شي واحد كتعامل معاه صعيب انك تشك فيه، صعيب بزاف. المهم بقات فيا هاد القصه بزاف واثرت فيا بزاف صراحه، وخلعاتني، لان دابا وليداتنا اغلبيتنا ملي كيكون ناقص شي ماده كتديه كيدير سوايع وداكشي. يعني ولا دابا الوقت كتخلع، وليتي ما بقيتي كتقدري تثيقي في حتى واحد، كاع ما بقاتش كاع الثقه في هذا الزمان. يعني ولينا كنخافوا من الناس اللي قراب لينا، ولينا نخافوا من كل شيء. هادشي اللي عطا الله يدير لي فيها الخير. المهم هنايا كيف ما غادي تشوفوا راه غادي ندور لكم الكاميرا. البصله ها هي راه صافي تشحرات، بركه عليها. كنحاول انني ما عرفتش نزيد ليها شويه. المهم راه تشحرات تقريبا، غنخليها واحد تقريبا نزيد ليها واحد جوج دقائق. وكيف ما غادي نقول لكم غادي نشحر كل حاجه بوحديتها. يعني هادشي كامل هذا اللي شفتو غنشحر كل حاجه بوحديتها. هذه هي طريقتي انا، كتعجبني هذه الطريقه باش كل حاجه كتبقى ليها النسمه ديالها. بغيتو تستعملوا حتى الزيتون الاسود، يعني انا عندي هذا اللي كيكون شويه فيه الحار، كاينه فيه واحد النسمه زوينه كيكون مصايب بالحار والزعتر. راه كاينه الطريقه ديال الزيتون كيفاش تصايبوه في المنزل ديالكم. انا هذا هو اللي غادي نستعمل. غادي نزين به حتى هو، غادي نديرو من الداخل. المهم غادي نحاول نحيد ليه العلف وداكشي ونقطعو قطع صغيره حتى هو. بالنسبه لي زيبينار حتى هما غادي نشدهم، غادي نديرهم ورقه فوق ورقه فوق ورقه كيف ما غادي تشوفوا معايا هكذا. كنشوفهم شويه باش ملي كنقليهم شويه ديال الزبده ما كيطلقوش الماء ديالهم، حيت حنا عارفين انه حتى هما كاع لي بلونط كيكون فيهم الماء من الداخل. شي علاش كنحاول انا نشوفهم مزيان. المهم كيف ما شفتوا هنا جمعتهم على هذا الشكل. غادي نقطعهم قطع مربعات صغيره هكذا، باش حتى ملي غادي نديرهم مع الورقه ما غاديش ياخذوا ليا المساحه وما كيبقاوش هكذاك معذبينك. باش دير ورقه كلها راه صعيبه. المهم غنقطعهم بحال كي كتقطعوا القزبور، غير هو ما غاديش نقطعهم صغارين، غنقطعهم هكا شويه كبارين، لانه هما ملي غادي يدبلوا، ملي غادي ديرهم مع شويه ديال الزبده وتقليهم راه تيدبلوا، ما كيبقاش الفوليوم ديالهم بحال هكا. ما شفتوا معايا نسيت ما وريتكمش الملح، يعني ضروري ديروا شويه ديال الملحه. غادي نحاول ندير الملح بهذا الشكل. هذا الملح ديال الهيمالايا، يعني ها نتوما الا شفتوا رديتوا البال، غنحاول نكحز الكاميرا باش نوريكم. هذا الملح ديال الهيمالايا الا رديتوا البال راه شويه غوزي. خديتو يعني كيكون حبات هما كبارين، شديتو وطحنتو ودرتوه هنايا مزيان وغني باليود وكلشي، يعني زوين بزاف بديل ديال الملح العادي. المهم هذا الشيء اللي كاين هنا كيف ما غادي تشوفوا معايا. ها هي نحاول نشد لكم في الكاميرا. صافي راه البصله ديالي صافي تقلات مزيان، يعني بارك عليها باش تكمل طيابها مع الفويتي. غادي نشدها، غادي نديرها في الطبسيل باش تبرد. بطبيعه الحال المكونات كلهم اللي غادي ديروا خاصهم يبردوا، ما يمكنش تخليوهم هكذاك. المهم هنايا غادي ندور لكم كاميرا. هنايا غادي نقلي لي شامبينيون حتى هما، نديرهم حتى هما يتقلاو. غنضيف لهم واحد شويه ديال الزبده، وما عرفتش واش متبعين قضيه ولد الفشوش ديال واحد الشاب اللي حتى هو كان مسكين، واحد لاكسيدون اللي خايبه، وكان ناوي انه كان زعما محتفل مع الاصدقاء ديالو في واحد الليله، حيت غادي يمشي يكمل الدكتوراه ديالو في خارج المغرب. ومسكين يعني
طرات ليه واحد لاكسيدون اللي خايبه بطبيعه الحال، واحد ولد الفشوش. المهم راه اليوم ولا مع البارح كانت القضيه ديالو، والحمد لله كان واحد من الشاهدين يعني اللي كانوا شاهدوا على كان صاحبوني صاحب هاد الدراري ولاد الفشوش، واخا رشاوه كلشي ما بغاش يشهد ضد زعما ياخذ الشهاده ديال الزور وداكشي، وشهد مع الضحيه اللي مات، الله يرحمه والله يصبر الوالدين ديالو عليه. المهم راه كانت القضيه دايره ضجه في مواقع التواصل، وزعما شفناها وشفنا انه هذه ماشي هي اول مره، يعني كاين شحال من واحد كيوقع عليه بحال هكذا. وكتدمس القضيه، ولكن الحمد لله القضاء المغربي يعني كنصف هاد الناس. وداك الشاب انا من هذا المنبر كنقول نرسل ليه تحيه، لانه واخا عطاوه بغاو يعطوه الرشوه وكل شيء ما بغاش يتخلى على زعما ما بغاش يشهد زور، يعني كان عنده ضمير. وشهد بداكشي اللي شاف، يعني جبد المصحف وشهد بداكشي اللي شاف، وشهد بداكشي اللي طرانيت، يعني شهد ان داك السيد هو اللي كان صايق. داك الشاب ما غاديش نقول لكم ما مربيش ولا، لان بعض المرات الوالدين واخا كيربيو داكشي ما داكشي تسخر ديال الله. هادشي اللي كاين، الله يهدي ما خلق، الله يكتب علينا مكاتب السلامه. هادشي اللي كاين. المهم هنايا كيف ما غادي تشوفوا راني قليت. المهم انا مره غنبدا نجبد معكم هاد المواضيع في الفيديوهات ديالي هكذا باش كنتعرفوا على الواقع ديالنا ونردوا البال، نربيو وليداتنا مزيان. نربيهم على انه كل ذي حق حقه، يعني ما يتعداوش على وليدات الناس، كيف ما حنا ما نبغيوش اللي يتعدى لينا على وليداتنا. يردوا البال من الصحاب، يعني حتى الرفقه الا كانت سيئه راه صعيبه الحال، لان هذا الولد اللي شهد يعني وكانوا عطاوه العائله رشوه وقالوا لنا نعطيوك 100 مليون ونعطيوك 3000 درهم للشهر، غي زعما شهد زور وما قبلش. يعني كان بامكانه انه يقبلها، ولكن حتى هو كان ضحيه للفقر، يعني كان هو فقير وفي نفس الوقت مصاحب مع اولاد اللي ماشي من الطبقه ديالو. كيف ما شفتوا في ديك الليله راه كانوا وليدات اللي خارجين باش يحتفلوا بمستقبلهم اللي كانوا طامحين ليه زاهر وكل شيء. وشفتوا بالمقابل دراري اللي خارجين كيتعاطاو كوكايين، كيتعاطاو بزاف الحوايج اللي ماشي هي هذيك، حيت لاباس عليهم وما عندهمش فين يخسروا الفلوس. يعني هذا تو سامبلومون الله يهدي ما خلق وصافي. المهم كيف ما شفتوا معايا حتى هنا راه هو بدا كيدبل صافي. غادي نحركو شويه بطبيعه الحال حتى يدبل مزيان، ومن بعد غادي ندير حتى لي زيبينار. بالنسبه لهنا راه ما درت لا توابل حتى حاجه، حيت مازال غادي ندير التوابل من بعد. يعني هنايا الا شفتوا لي شامبينيون ما درتش فيهم توابل، وحتى لي زيبينار ما غنديرش فيهم التوابل. من بعد كيف ما قلت لكم راه غادي نشارك معكم ديما المواضيع اللي هي ديال هذا الوقت اللي كتكون رائجه في مواقع التواصل الاجتماعي. هكذا بغيت نعرف حتى الراي ديالكم بالنسبه لبادر. هذا الحادث اللي وقع عليه ديال السياره بطبيعه الحال، وهو كان خارج غا باش يحتفل مع الاصدقاء ديالو بالنجاح ديالو، بانه غادي يمشي ياخذ الدكتوراه في، يعني خرجت ليه الفيزا وغيمشي. يعني كان واحد الولد اللي هو طموح وباغي واحد المستقبل كله قدامه، ومن بعد باش تنتهي حياته بهذه الطريقه دفاع على واحد البنت بطبيعه الحال. المهم وهادو كانوا مخدرين وكل شيء، ودازوا به في الطوموبيل. ومشكله ماشي كان حادث سياره عادي، يعني الا كنتو سمعتوا الاحداث. واللي ما عرفش الاحداث راه غادي يلقاها في واحد القناه، ما عرفتش زعما واش ممكن انني نقولها في القناه ديالي. انا متتبعه وفيه لها، لانه كتجيب قضايا ديال رائجه، لا ديال المغرب ولا ديال الدول المختلفه، والطريقه ديال السرد ديالها كتعجبني بزاف، سميتها صفاء. المهم نديروا غير قصص صفاء راه غادي يطلع لكم، كدير هكا شويه واحد اللوك اللي هو زوين وداكشي. المهم كتعجبني بزاف داكشي علاش انا متتبعه ليها. المهم كيف ما قلت لكم راه يعني هذا الشيء خاصنا راه كاين في المجتمع ديالنا، يعني ما يمكنش اننا نتغاضوا عليه. كيف ما شفنا هاد الايامات راه كانوا بزاف ديال الاحداث اللي وقعوا في هذا الاسبوع، يعني من بينهم حتى الفتاه اللي سميتها شيماء اللي توفات الله يرحمها ويسعدها في هذا النهار. وشفتوا الضجه اللي دارت في مواقع التواصل الاجتماعي، لان الزوج ديالها نشر داك نشر حتى الجنازه ديالها، وكيفاش الطريقه ديال الموت ديالها نشرها، والناس ما عجبهمش انه ينشر داكشي في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن انا صراحه كنقول انه شاب باقي صغير ما عارفش الوقت شنو فيها، ولكن في نفس الوقت
راه ديك البنت شفتوا سبحان الله تبارك الله شحال الناس دعاو معاها، يعني دعاو معاها وتمناو ليها الرحمه وتمناو ليها. وفي نفس الوقت شفنا واحد المشاهد اللي قليل اننا نشوفوها في الشباب المغربي، وكان هو الصراحه جاني بحال قدوه للشباب المغربي، لانه وقف مع مراته في بلاد الغربه وشفتوا كيفاش وقف معاها، واخا كيصور واخا كلشي، لان هاد الجيل كله ولا كيصور. مادام داير تيك توك راه الا باش يصور وباش يشارك حياته، مادام داير راسو في مواقع التواصل الا راه باغي يشارك واحد، يعني لا هو ولا هي زعما الصراحه كيشاركوا بزاف د الحوايج في مواقع التواصل. يعني عادي انه يشارك حتى المرض ديال مرتو، كيفاش انه بجوجهم في الكلينيك، وكيفاش وقف معاها وكلشي. وانا عجبتني الوقفه ديالو، كنحييه حتى هو من هذا المنبر، لانه عطى واحد الصوره زوينه للشاب المغربي اللي كيوقف مع الزوجه ديالو في اصعب الاوقات ديالها، يعني في المرض في الصحه. ماشي حنا ضروري اننا نشوفوه انه وقف معاها يعني كيتصوروا ها هما تزوجوا، ها هما تخطبوا، ها هما خرجوا، ها هما سافروا، يعني حتى في داك المرض ديالها كيفاش وقف معاها وكيفاش. المهم حنا ما كنعرفوش الحقيقه ديال الامور، لان صراحه هاد لي ريزو سوسيو كيبينوا لك واحد ليماج اللي بوتيتر دي فوا ما كتكونش صحيحه، لان حنا عارفين اي كوبل راه كيكون عنده مشاكل، كيكون عنده فترات انه كيكونوا متفاهمين، فترات مدابزين، راه مع الوالدين، وبعض المرات كتلقى راسك مفاهمش معاهم ولا مفاهم معاهم ولا مفاهم مع واحد فيهم. خوتك نفس الشيء، كاين اللي كتفاهم معاه كاين اللي ما كتفاهمش معاه. كاين الاسره اللي كتكون متجامعه مع بعضياتها، وكاين الاسره اللي كتكون متفككه. ولكن صراحه ما كرهناش انه تكون هذيك ليماج اللي شفنا ديال الوقفه ديالو مع مرته في بلاد الغربه، وكيفاش زعما تيستعمل معها بحال الشكل ديال بنيته صغيره، حتى وصلت للمكان اللي الله سبحانه وتعالى اللي مكتبوا ليها. يعني هي مكتب عليها انها تموت بديك الطريقه، ولكن ما هذا لا يمنع انه هذا الولد راه صراحه عطى واحد ليماج اللي هي زوينه، عطى واحد ليماج اللي هي زوينه على الوقفه ديال اللي دابا قلال الناس اللي كتشوفوهم واقفين مع عيالاتهم. بعض المرات المراه غير كتمرض وداكشي، كتلقى الزوج ديالها يا اما تزوج عليها يا اما كيبقى ينقص منها. الزوجه هو نفس الشيء، الزوج ديالها كيكون لاباس عليه سميتو، تقدر انه في الاول راه عاجبها الحال، غير فوا كتولي ظروفه الماديه ماشي هي هذيك، تقدر تقلب عليه قلبه وحده. يعني حنا عايشين في مجتمع كنشوفوا هذا الشيء وكنعايشوا هذا الشيء، وتنشوفوا بزاف المسائل اللي بعض المرات كتعجبنا بعض المرات ما كتعجبناش. اي والله يصاوب. المهم انا اليوم كثرت عليكم الهضره لا قررت انني ندير هاد المواضيع هكذا، في نفس الوقت انا خدامه معكم وفي نفس الوقت كنشارككم رايي، وهذا الشيء كاين ماشي ما كاينش. المهم كيف ما شفتوا هنايا هادو دان فوميك، هذا لي شامبينيون اللي قليناهم. هاد الكفته هاني درت غير القياس اللي كنت ديجا واجد عندي من قبل، والبصله اللي قلينا. وهنايا هاد الكفته الا احتاجيتها راه غادي نستعملها. باي ذا واي هنايا الكفته هانتوما شفتوا كيفاش دايره، انا كنقسمها مرصويات، وملي كنحتاج كنجبد غير المرصو اللي كنحتاج. غادي نحتاج الفرماج احمر وموتزاريلا. المهم غادي نجيب الفرماج احمر والموتزاريلا حيت هما غادي نحتاج ليهم. غادي تحتاجوا الزعتر والزعتر راه غادي نشاركهم حيت هما غادي نسم بهم. هنايا كيف ما غادي تشوفوا معايا لي زيبينار راه قلت لكم دغيا كيدبلوا، وغادي ندير غير القياس حيت ماشي كلشي كياكلهم. هادشي اللي كاين. هنايا غادي نستعمل الفرماج احمر كيف ما غتشوفوا معايا، وغادي نستعمل الموتزاريلا. المهم غادي نخليهم هكا تشوفوا. المهم انا راه عندي في المجمد داكشي علاش غنخليهم واحد شويه على ما نطلق لاباط وداكشي غادي يكونوا حتى هما تطلقوا. ضروري كنقسمهم كل حاجه بوحديتها وكنحكهم قبل، اولا كنشريهم من هذا داك متاجر هذا كتكون هكا واجدين وكتستعملي القياس اللي بغيتي. المهم ها هما هادشي اللي كاين. دابا غادي نفردوا العجين ديالنا، وباش نفردوا العجين خاصنا نحيدوا هادشي اللي قدامنا بلاتي. كل مره راه كنلقى حيت عندي هذه حفات مره كتهبط. المهم غنخوي البلاصه هكذا باش منين نفرد العجين غادي يبان لكم قدامكم كل شيء. وغادي نحلوا البواطه ديال العجين. بصراحه اول مره غادي نستعملها، يعني غادي تشوفوها معايا. هانتوما غنحاول انني نصايب لكم الكاميرا باش تشوفوا معايا. المهم هذه ديال العجين المراق. المهم ماركه راه ما غاديش نقول لكم زعما انا هاد الماركه ولا هذه اول مره كنشريها، موالفه كنشريها واجده مصايبه.
وكاين كيبيعوها لك كيف ما شفتوا. غنوريكم كيفاش. شتي كيف ما شفتوا هذه هكا، هاد الفرماج احمر هكا كيبيعوا لك لاباط فويتي فواحد البواطه بحال هكا وكتشريها. انا هذه اول مره يعني وصيت الزوج ديالي باش يجيبها لي وجاب لي هاد الماركه، يعني غادي نستعملها وفي نفس الوقت غنشوفها واش لايقه. هاد النوع ديال الفويتي اللي غنصايبو غادي ينفعكم في رمضان. دابا حنا راه تبارك الله عواشركم بعدا مبروكه، راه رمضان على الابواب ان شاء الله. وحنا عارفين ان الوليدات كيبغيو شويه ديال التنويع، كيبغيو شويه ديال تبدلي اليوم الماكله. وحتى انا زعما الصراحه اليوم حيت بقوت دوك لي بات اللي كندير ليهم ها سميتو لاباط ديالي صافي طلعت ليهم في الراس، بغيت نبدل شويه نشري فويتي مقاده. وحيت بعض المرات الفويتي واخا كنشريها واخا كنصايبها ما كتصدقش ليا، ما غنكذبش عليكم. جربتها شحال من قناه جربت الفويتي ديالها وما غاديش نكذب عليكم ما كيصدقوش. ماشي ديما ما كيخرجش ليا بحال داك الشكل اللي كنشوفهم هما دايرينها، يعني ما عرفتش انايا واش هما كيصدق ليهم وانا ما كيصدق لياش، الله اعلم. المهم هنايا راه كانت مقطعه، خاصني يمكن غادي نقطعها هنايا بالمقص من الجنب. ما عرفتش واش كتبان لكم، نحاول نشدها لكم كاملها هانتوما. المهم لقيتها من هنايا راه سميتو يمكن ما قطعوهاش، نحاول نقطع بها هاد الجنب صافي. شفتوا راه غير ما صافي، شفتوا هي دارتها رصاص ماشي مشكل. هذا هو الشكل ديال الباط فويتي، حيت جامده. نحاول انني نحلها من هنا. ما عرفتش واش غير هذه اللي دايره هكا، ولكن غنحل الاخرى لان بانت ليا بحال قديمه، الله اعلم. المهم غادي نحل الاخرى باش نشوف الفرق بيناتهم، حيت راكم عارفين المتاجر الكبرى راه هادشي اللي كاين. راه بعض المرات الا ما رديتيش البال كتلقاي واخا لا دات هي هذيك، راه ديك النهار كاع شاركت معكم خديت الزبده وملي حتى جبتها للدار ولقيتها ماشي هي هذيك. هانتوما شفتوا الفرق؟ يعني هذه انا نوريكم باش تعرفوا الفرق. شوفوا هذه، شفتوا هذه واخا هكاك ما يعني كتحاولوا تسخنوها بيديكم. هذه جاتني بحال قديمه، داكشي علاش غادي نشدها، غادي ندير ليها هكا وغنخليها في الجنب. غنصايب غير هذه اللي جديده، حيت شريت جوج زعما قلت لا ما تقدنيش. راكم عارفين مع الوليدات راه كيبغيو. المهم قلت لكم انا اول مره غادي نستعمل هذا الشكل. تحاولوا تسخنوها بيديكم، وانا اصلا بغيتها تكون بارده لان الطريقه اللي شفت انايا في الانترنت كيفاش دايرين ليها خاصك تستعمليها وتكون هي بارده. غادي تسمعوا شويه ديال الهضره لان الوليدات في هذا الوقت عندهم امتحانات. ايوا اللهم اختي نراجع معاهم على هذا الشيء اللي وقع في مصر لذاك الوليد. اللهم اختي نراجع معاهم انا راسي، علاش غادي نمشي نجيب لهم استاذ ما عرفتو واش من شي يدير لهم يتحرش بهم ولا شي حاجه. يعني دابا هاد الوقت راه ولات صعيبه، مابقيتي كتثقي في حتى واحد، بقينا كنثقوا حتى في القراب، بقى غير او حتى في مصر هادشي اللي وقع لهم. يعني ولا عندهم واحد التخوف اللي هو كبير 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 بزاف. يعني هادشي اللي وقع لداك الولد في مصر يعني ولا خلع بزاف ديال الناس. وحاجه واحده اخرى اللي وقعت في هاد لا سيمين وجاتني عجب وما عرفتش واش سمعتوها ولا لا. داك واحد البنت عندها 23 عام مشات خدات كوبري الاوبر هو واحد الطاكسي نتيا كتصلي به وهو كيجي كيهزك من البلاصه اللي بغيتي وكيوصلك لا ديستيناسيون اللي بغيتي، يعني البلاصه اللي نتيا باغاها. المهم هي منين اتصلت به فعلا جا السيد بالطاكسي ديالو، هز ديك البنت ركبها في الطاكسي. البنت المهم الوقت اللي سميتو كان سد الشراجم، منين سد الشراجم جاتو الريحه شويه بحال قلتي مجهده،
وهذه كتوقع لينا كاملين. بعض المرات كتكوني ساده الشرجم، كتجلسي واحد شويه كتشمي ريحه شي ريحه ما هياش، يا اما الا كان كيكمي هو قال لك انا كنكمي، يعني جاتو الريحه ديال الكرو مجهده. ناض جبد واحد سميتو عليه، اش غادي نقول لكم. المهم هاد لاباط راه ما عجبتنيش، ولكن المهم انا غادي نكملها لان جي با لو شوا. جبد واحد داك معطر ديال معطر الجو. المهم منين جبدو على اساس زعما باغي يدير، باغي يعطر ديك البلاصه باش زعما السيده على ود الريحه وداك الشيء. هي يمكن صحاب لها واش بغى يختطفها او لا فعلا صراحه ما عرفناش، حيت البنت دابا في غيبوبه. هي الوقت اللي هو رش، هو الوقت اللي سد الشراجم ورش داك المعطر ديالو، تخلعات وكانت كتهضر مع امها في التليفون. شدات سميتو وتلاحت من الطاكسي. ما عرفتش انا زعما الصراحه شنو قال لها راسها. والمشكله ماشي بقات في انها تلاحت من الطاكسي، المشكله ان داك الطاكسي منين تلاحت منه هذا طيحه اللي طاحه خايبه، طاحت على راسها وتزعزع عليها المخ ديالها. ومنين تزعزع عليها بطبيعه الحال راكم عارفين المخ راه على قد الحال، راه دابا مسكينه السيده غيبوبه، وهو بطبيعه الحال حيت الوقت اللي هي تلاحت ما وقفش، يعني هو تصدم فعلا ولكن ما وقفش. وهذا هو الغلط اللي دار. شتي كون وقف وهبط باش يشوف اشنو وقع ليها، ما كانش غادي يتابع قضائيا، لانه بحال زعما الوقت اللي هو مشى وخلاها بحال اكد التهمه عليه، بحال اكد انه كانت شي حاجه كي نو فا با في داك الطاكسي. يعني ديك البنت احسات بشي حاجه، داك الاحساس ديالها ماشي المهم. هو هبط، هو مشى، منين مشى بطبيعه الحال هما قلبوا على الطاكسي وداكشي ومشاو جابوه. غير هي انا جاتني انورمال، لان هاد النوع ديال الطاكسيات اللي كتاخديهم باغ انترنيت كتكون شركه اللي مسؤوله عليهم، وشركه كتكون دايره جي بي اس في الطاكسي. يعني راه ماشي خدمه ديال اللعب، يعني كتكون داكشي بالقانون وبكل شيء، يعني ماشي قانونيه. المهم البنت واش خافت، واش شافت شي جاست ما عجبهاش، واش فعلا تحرش بيها. المهم السيد راه متزوج وعنده 3 الوليدات، والزوجه ديالو خرجت في لي ميديا هضرات وقالت لهم زعما الصراحه هادشي اللي دارت هاد البنت سميتو الزوج ديالي راه السمعه ديالو زوينه، وحتى الجيران شهدوا انه السمعه ديال هاد السيد راه زوينه. ولكن دابا في هاد الزمان باقي داويين فيه، ما بقاتش الثقه، ما بقيناش كنثيقوا في حتى واحد. يعني واخا يكون سمعته زوينه كيف ما هاد الاستاذ هو سمعته زوينه، ها هو كيقري الدراري، ها هما الناس كلشي كانوا تايقين فيه، ها هو الدري راه. وها نتوما شفتوا العجب اللي خرج فيه، يعني باش يصفيها الدري راه. المهم احداث اللي وقعات في 2024 راه ولات كتخلع، انا ما غاديش نكذب عليكم. المهم ها نتوما شفتوا، انا راه بقيت كندوز عليها حتى سميتو، انا غنحاول نحلها. رققتها شويه حيت غادي نلفها، غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نعمرها، وان شاء الله تصدق. حيت ما فياش اللي يضرب على التماره كاملها وفي الاخر ما تصدقش. عرفتي الا ما صدقتش البنات، ناري ما حيتنا المقادير، ما حيتنا التعب، ما حيتنا. المهم هانتوما غادي ناخذ نصف الكميه ديال، حيت باقي بغيت حيت هذه كنظن ما غاديش تكفيني، غناخذ نصف الكميه ديال البصله وغادي نطاليها على هذا الشكل. شوفوا معايا مزيان، يعني غتحاولوا غير ايطاليوها باش ما تجيش ديك البصله هكا مجهده. شفتوا؟ يعني غنحاول نشد لكم لاباط كاملها هكا، ما عرفتش كتبان لكم. المهم قبلوا عليا، راه الكاميرا على قد الحال، داكشي راه حنا بغينا غنشاركوا معكم ونجمعوا شويه. صراحه اليوتيوب راه كيعجبني انايا كدير وبديما كنقول صافي غنحبس وعييت، ولكن كنلقى راسي كنزيد الكاميرا وجالسه كنصور، ولا تتبان لي شي حاجه زوينه وكنشاركها معكم. جربت شي حاجه كنبغي نشاركها معكم، نشطوا شويه نضحكوا شويه. والخا في هذا الفيديو راه عطيتكم الطاقه السلبيه بزاف، غير المشاكل والكوارث. هو الصراحه راه مزيان لان حنايا خاصنا نعرفوا هذا الشيء،
وحنا هادشي كاين في المجتمع ديالنا، يعني هاد الكوارث راه كاينين. ها نتوما شفتوا دابا راه درت لي شامبينيون صافي. هادشي كاين، هادشي عايشينو وما فيها باس. نردوا البال، راه ما بقاتش الثقه، ما بقاتش الثقه في حتى واحد. يعني انا دابا غادي ندير شاركوتري. هانتوما راه كتجي زوينه بزاف في المذاق، ونتمنى الصراحه انها تصدق، يلا با تصدق. المهم حاجه اللي بغيت ننصحكم بها، لان انا دابا جربت لاباط في شحال من مره، العافيه تكون مهيله. يعني الا كان عندكم فران ديال الضوء، واخا كتسمعون كيقول لك ديك 180 درجه، راه كل فران على حسب شنو كي داير. يعني من الاحسن انكم ديروا ديك تقريبا 150 140، طيب على مهلها هكذا باش كتورق. غادي نجربها اليوم وغادي نشوف، لان انا ديما تندير 180 وكتلهب ليا ديما وكتهبط. حاجه وحده اللي غنشارك معكم هي الطون ها هو درتو في هاد الصفايه باش ما كتبقاش فيه ديك الزيت. ها نتوما كتوركي عليه راه ما كتهبط والو صافي، راه قطرتو مزيان، هبطات واحد جوج قطيرات ولا اختي نزيد نقطر. المهم انا قطرتو مزيان عصرت يماه. المهم هنايا غادي نبقى نديرو على هذا الشكل. علاش انا ما كنبغيش ديك الزيت؟ لان غادي تجيكم لاباط مزيته وانا ما كنبغيش تجي لاباط مزيته. المهم عجبتكم هاد الطريقه ديروها. المهم درت غير بواطه، الا جاتكم نتوما كما كافياش تقدروا ديروا جوج. انا درت غير بواطه ديال الطون بركه، حيت غادي تجي ها نتوما راه تبارك الله فيها بزاف ديال المكونات. حاجه وحده غادي نزيد الزيتون الاسود كيف ما قلت لكم، غادي نقطعو. انا كيعجبني البلدي، ما كيعجبنيش داك الرومي. غادي نديرو وحيت فيه داك مصايب منسم، عجبني انني نديرو. بالنسبه لهذوك اللي بالكفته غادي ندير فيهم لي زيبيلا باش ما يعيقوش بيهم. ديما القوالب. المهم هنايا غادي نبقى نقطع. هانتوما غادي ناخذ الزيتون وغادي نقطعوه على هذا الشكل. هانتوما وراه كيجي واحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف. الناس اللي كيعجبهم الزيتون، ما كيعجبكمش الزيتون ما ديروهش. يعني شوفوا نتوما راه داكشي اذواق، راه كاين اللي كيستحمل الحار، كاين اللي ما كيستحملوش، كاين اللي كيستحمل الحموضه، كاين اللي ما كيستحملهاش. يعني كيبقى كل واحد على حسب الذوق ديالو. هنا غندير الزيتون الاسود، كاين اللي غادي يدير الزيتون الاخضر. المهم نتوما على حسب اللي توفر عندكم وعلى حسب لو غو ديالكم، يعني غتبقى داكشي حريه. الحاجه اللي ما بغيتش ننسى هي الزعتر. بغيت نقول لكم فكروني ولكن ما كتهضروش. انا اللي كنهضر بوحديتي الصراحه، ما كرهتش ندير معكم شي لايف هكذا نبداو نجمعوا شويه، ولكن راه الوقت ما كاينش. يلا انا هذا الفيديو دابا درتو هكا علاش زعمت، حيت ما غنديرليش المونتاج. انا اللي كيعذبني في الفيديوهات هو المونتاج. ولقيت هذه الطريقه وقلت غنجربها معكم. الا عجبتكم نبقى ندير فيديوهات هكذا فيهم كنتناقشوا في مواضيع اللي هي هامه، ماشي كنتناقش غير كنهضر مع راسي وانتم كتسمعوا. المهم وانتم كتسمعوا وتستافدوا، واللي عجبو الفيديو ديالي مرحبا، واللي ما عجبوش هذه قناتي ندير فيها اللي بغيت. المهم راني كندير فيها اللي قسم الله. كنشرب معاكم ماكلتي، كنشارك معاكم كلشي. غنغسل يديا راه عمرو بالزيتون. هاد المرحله مهمه. علاش؟ حيت بغيت ندير الزعتر. ندير الزعتر باش ما ننساش الزعتره هكا. ندير الزعتر. المهم انا ما كنفرقش بيناتهم الصراحه، عندي بحال الزعتر بحال الزعتره كلهم بحال. المهم ندير لهم بحال هكا. غادي ندير شويه ديال الفرماج احمر. هانتوما لداخل وراه